يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل لبناكي، والسلام على الحبيب لبناكي، والسلام على الحبيب لبناكي. الله الله ونشم بخورها، الله الله إن شاء الله نزورها، الله الله ونشم بخورها، الله الله يا سلام ويا سلام ويشعشع نورها، الله الله والسلام على الخليل لبناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي. أنا في مهمة خاصة هذه المرة، فقد حباني الله تعالى برحلة العمر. سأرافق ما يقارب 150 مسنا إلى البقاع المقدسة. إنها رحلة العمر بالنسبة إليهم هم أيضا، لأداء شعيرة من شعائر الله تعالى، أداء مناسك العمرة بإذن الله. الشوق واللهفة تعابير لا تكاد تخفيها وجوه هؤلاء الآباء والأمهات. هنا بمطار هواري بومدين ذات جمعة لسان حال الجميع: خففوا الإجراءات، دعونا نركب الطائرة، دعونا نبدأ القصة التي طال انتظارها. سلمي حورية فاطمة. هؤلاء هم مهندسو الرحلة ومنظموها، أعضاء جمعية إحسان الخيرية، وهم من سيرافقون هؤلاء طيلة ضيافتهم في البقاع المقدسة. مبادرة خيرية بامتياز تكفلت بتنظيمها جمعية إحسان، ورافقها المحسنون من أبناء الجزائر بتوفير كل الإمكانيات لتحقيق حلم ما يزيد عن 100 مسن بزيارة البقاع المقدسة وأداء مناسك العمرة. دقت ساعة الرحيل وتسارعت الخطى نحو أدراج الطائرة. أغلب مسافري هذه الرحلة يركبونها لأول مرة. سافرتي ديجا في طيارة؟ زمان؟ ايه. لا. في حياتك؟ والو. هذه أول مرة؟ هذه الأولى. وراكي خايفة، واش راكي تحسي؟ ما نخاف والو ولدي. أنا واصلة قبر النبي ما نخافش. ما راكيش خايفة في الطيارة هنا؟ لا. ما راكيش خايفة في الطيارة؟ لا لا لا. تمشي والله راها. أيوة. إن شاء الله نلحقوا بخير. على متن الطائرة تناول المسنون وجبة العشاء وصلوا بها صلاتي المغرب والعشاء جمعا وتقصيرا. بعد انقضاء مدة الرحلة التي فاقت ال4 ساعات، حطت بنا الطائرة على أرضية مطار المدينة المنورة. بسم الله. السلام عليكم. تمام. بلهفة وشوق سارعت خطانا الزمن لتطأ أقدامنا أرض النبي ولأول مرة. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كانت الساعة تشير إلى تمام منتصف الليل حين وصلنا الفندق الذي سنقيم فيه على أرض المدينة المنورة، إذ لا يبعد هذا الفندق عن المسجد النبوي إلا ب10 الأمتار.
الله أكبر الله أكبر. بعد إتمام إجراءات الإقامة بالفندق هرعنا جميعا إلى مسجد النبي الذي يعد من بين المساجد الثلاثة التي لا يجوز شد الرحال إلى مسجد إلا إليها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. من كل حدب وصوب جاءوا إلى مسجد النبي ليلقوا السلام على خير الأنام محمد بن عبد الله. تحت هذه القبة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبين منبر رسول الله وقبره روضة من رياض الجنة. داخل المسجد وتحت القبة الخضراء يتسابق الزائرون للوقوف في الروضة الشريفة ورؤية منبر رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ويحرصون أشد الحرص على الصلاة النافلة في هذا المكان. اللهم صل عليه وعلى خير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يتوجه الزائرون ونتوجه بقلوب متشوقة للوقوف على القبر الشريف وإلقاء السلام على الرسول الكريم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. في مشهد يختصر تعلق أمة الإسلام بنبيهم ودينهم على مر القرون. لا إله إلا الله. ويعد المسجد النبوي أحد أكبر المساجد في العالم وثاني أقدس موقع في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة. بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة في العام الأول بعد بناء مسجد قباء أول مسجد في الإسلام. ومن فضائل هذا المسجد أن الصلاة فيه تعادل 1000 صلاة في غيره، كما روى أبي هريرة عن النبي قوله: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. إقامة المسلم بين أحظاء أحب المدن إلى قلب رسول الله لا تضاهيها إقامة، فالمدينة المنورة تضم بين زواياها الكثير من المعالم والآثار المتعلقة بالدين الإسلامي، ولهذا حرص منظمو هذه الرحلة أن يقفوا بالمعتمرين على بعض من هذه الآثار بينما نهم بمغادرة سيدة البلدان. هذه المقبرة هذه لا كنت تشوفوا فيها لهنا، هذه فيها 70 صحابي شهيد إن شاء الله. هذا على رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، سيد شهداء عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءوا في غزوة أحد. هاوليك جبل أحد، راكم تشوف جبل أحد، هذا كله جبل أحد. لما جاءوا لهنايا باش صلاة المعركة صارت في هذه المنطقة هذه هنا بين جيش الكفار وجيش المسلمين. بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقعدوا واقفين لهيك، راك تشوف هذاك الجبل الصغير، قال لهم يسميوه جبل الرومات، قال لهم حتى ولو تشوفونا غلبنا الكفار ما تحبطوش. هما لما شافوا المسلمين شافوا روحهم غلبوا، واش واسوا؟ بداو يلتقطوا في الغنائم يديو في العتاد تاع الكفار. الرومات اللي كانوا لتم حبطوا، بقاو غير واحد 3 ولا 4. لما حبطوا لهنا باش يرفدوا الغنائم الكفار داروا عليهم فقتلوا 70 هذوما لهم مدفونين هنا رضي الله عنهم وارضاهم. لازم تعرفوا باللي بهاد الناس هذوما اللي ماتوا باش الاسلام الحق اللي عندنا احنا في الجزائر بفضل الله سبحانه وتعالى اللي سخر لنا هاد الرجال باش الحق الاسلام حتى لتم. لو كان هذوما ما ضحاوش
الإسلام ما يلحقناش، وكان احنا اليوم ما راناش مسلمين، باش تعرفوا الفضل تاع الصحابة رضي الله عنهم. درك حنايا جينا لمقبرة شهداء أحد، واش نديروا واش كان يدير النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى مقبرة يدعو للموتى. اسمعوا الدعاء، سمعوني نقولوا بالعقل وانتم عاودوا مورايا. السلام عليكم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن اللاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هذا هو دعاء المقبرة. هذا الجبل تاع أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. وكي تسمعوا في الأحاديث يقول لك من صلى على جنازة كان له أجر قيراط. القيراط هو جبل أحد. الأجر تاع الصلاة على الجنازة قيس هذا الجبل كله، ولي تبع الجنازة حتى وين تدفن عنده قيس زوج، قيس قيراطين يعني جبلين. فكي تصيبوا في الأحاديث مثل جبل أحد، هاو جبل أحد، شوف الأجر، ربي يعطي لك الأجر قيس هذا الجبل. هاكم ربي كرمنا ورانا شفنا هذا الجبل. لا تريد تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبل أحد، تعرف بلي هذا هو الأجر، هاو لك الأجر. وربي سبحانه وتعالى كريم. درك منا إن شاء الله نجوزوا طريق برك نشوفوا مسجد القبلتين. هذا مسجد القبلتين لازم تفهموا مليح، فهموني. مسجد القبلتين وعلاش يسميوه مسجد القبلتين؟ خاطر الصحابة في الأول لما جاوا إلى المدينة جاوا الجبل، بأول مسجد بداوه هو مسجد قباء، ماشي هذا راح نشوفوه من بعد اللي راح نصليوا فيه إن شاء الله. قعدوا 16 شهر وهما يصليوا إلى بيت المقدس، كانوا يصليوا لفلسطين، جهة فلسطين بيت المقدس للقدس. ومن بعد الله تبارك وتعالى غير القبلة، رجعت لجهة مكة. ففي الصلاة تاع الصبح كي كانوا يصليوا في مسجد القبلتين جاهم الخبر قال لهم القبلة تبدلت ولات المكة. الصحابة في الصلاة كي كانوا يصليوا اللي كان في الإمام الهيك مشى راح رجع من جهة الأخرى، والصحابة بدلوا الصفوف تاعهم، اللي كان الصف الاخر ولا هو الصف الاولاني وهكذا، فسموه مسجد القبلتين. لكن كل المساجد اللي كانت في المدينة بما في ذلك مسجد قباء كانوا يصلوا الى ناحية ولا يصلوا لناحية اخرى. ومن بعد كي نلحقوا المسجد قباء نحبطوا كامل ونصلوا في مسجد قباء. اللي يصلي ركعتين في مسجد قباء عنده اجر عمرة تامة. وكي نزيدوا نحرموا مثل الحليفة باش نروحوا نزيدوا نديروا عمرة واحدة أخرى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه آخر محطة لنا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة ركعتين داخل مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام، ركعتين تعادلان أجر عمرة تامة. والآن الوجهة إلى مكة المكرمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد مسافة 14 كيلومتر عن المسجد النبوي وصلنا إلى مسجد ذو الحليفة بالمنطقة المعروفة حاليا بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر عليها من غير أهلها كما هو حالنا. هذا المكان مبارك، فيه بركة خاصة، ماشي معناتها كيف فيه بركة خاصة نروحوا نمسحوا الحجار كما يديروا الناس الجهال اللي ما يعرفوش. هذا كله ما يجوش. البركة اطلبها من الله عز وجل. كيفاش تطلبها من الله عز وجل؟ دير كما دار النبي صلى الله عليه وسلم. قال له جبريل عليه السلام انزل، كان راكب النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة تاعو، قال له انزل وصلي ركعتين. هاد الزوج ركعات اللي انا رايحين نصليوهم ماشي تاع الإحرام، انتبه معايا مليح، ماشي تاع بركة المكان، تاع البركة تاع المكان.
ومن بعد انتم راكم كامل نضاف والحمد لله. حنا اللي مازال ما لبسناش لباس الإحرام، ومن بعد نروحوا نلبسوا لباس الإحرام. انتم اللي راكم لابسين لباس الإحرام بعد ما تصليوا الركعتين اطلعوا في الحافلة. دركا ما تنويو والو، انويو برك باش تصليوا ركعتين. كي تطلعوا للحافلة نقولوا لكم واش لازم تقولوا. وللإحرام بعد نية الدخول في النسك شروط توجب صحته ومحظورات قد توقع المعتمر أو الحاج في إثم يفسد عمله، ومن أجل هذا يواصل مرشد البعثة شروحاته بدقة بالغة. لا بأس الحمد لله. هذا لباس الإحرام. أي نعم ما شاء الله، لا بأس ما شاء الله. لكن المحرم هذه من مخالفات الإحرام، هذا ما يصح. لازم الإنسان لما يكون محرم ما يغطيش رأسه، ما يغطيش رأسه، ما لازمش، ما يجوزوش ينحي شعره من بدنه. إذا كان دار الطيب قبل ما ينوي الإحرام ذاك طيب ما شاء الله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل إحرامه. فإذا الطيب إذا بقي في الإنسان وكان داروا قبل الإحرام هذا لا حرج، لكن محظورات الإحرام تغطية الرأس. ولو الإنسان حب يرقد وحب يريح حب يتكى ما يغطيش راسه، ما يجوزلوش، ما يجوزلوش يزيد يدير الريحة مدة الإحرام، ما يجوزلوش ينحي شعره من رأسه أو من جسده، ما يجوزلوش كذلك لما نلحقوا لمكة ما يجوزلوش ينحي ورقة، مثلا ورقة من الشجر ما يجوزلوش ينحيها. كذلك من الأمور اللي ما يجوش مثلا لما يشوف طائر ولا حيوان لا يجوز زجره، لا يجوز زجر حمام ولا طيور ولا حيوانات الحرم. كذلك من الأمور المتعلقة بمكة إن شاء الله اللقطة، هذه مهمة. اللقطة لما تصيبها تصيب شيء مرمي في الأرض ما ترفدوش، خليه في مكانه، خاطر لو كان ترفدوه لازم تقعد تعرف تسأل شكون ضيع كذا، وانت هذا ما تقدرش تضيع الوقت تقعد تعرف باللقطة. فإذا وجدت لقطة في الأرض ما ترفدهاش، خليها في مكانها. بعد أن صعدنا على الراحلة أو على الحافلة واستقر بنا المقام والحمد لله، نبدأ بالجهر بنية العمرة، فنقول: اللهم لبيك عمرة. وبالنسبة للناس المرضى المزمنين أو العجزة عجزا كثيرا وكبيرا فيسن لهم أن يقولوا: اللهم محلي حيث حبستني. هذا بالنسبة للنية. ثم بعد ذلك يبدأ المحرم في التلبية ويجهر بها ويرفع بها صوته كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ترفع صوتها بالتلبية. هذا خلاف من يقول بأن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. المرأة يجوز لها أن ترفع صوتها بالتلبية، إلا أن صوت الرجل أقوى وأعلى وبالتالي يظهر صوت الرجل أكثر. أما من حيث الحكم فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال، يعني نفس الأحكام الشرعية التي تنطبق على الرجال تنطبق على النساء، إلا في حالات خاصة اختص الشرع النساء ببعض الأحكام. من بين هذه الأمور مثلا في الإحرام الرجل يلبس إزار ويلبس رداء، والأحسن أن يكون أبيض، لكن يجوز يكون لون آخر، يجوز يكون أي لون آخر، لكن الأفضل اللباس الأبيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في لبس البياض، لذلك نحن نلبس البياض. أما النساء لا يشترط في المرأة إلا أن تلبس لباسا شرعيا، يعني يكون ساتر من منبت الشعر إلى أخمص القدم. والنساء اللي ما يلبسوش الجوارب هذا خطأ، لازم المرأة تستر قدميها، ولا يجوز أن تظهر إلا رقعة الوجه والكفين إلى الرسغين، هذا هو شيء يجوز. إذن نمضي في التلبية ونرفع بها أصواتنا: لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك. ما إن استوينا على راحلتنا محرمين معلنين نيتنا بتأدية العمرة حتى شرعنا في التلبية رافعين بها أصواتنا على مسافة 450 كيلومتر. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. إلى أن بدأت تتراءى لنا مساكن مكة المكرمة، وهنا ازداد الشوق والحنين لرؤية بيت الله الحرام. لكن قبل ذلك كان لا بد لنا من النزول في الفندق حيث كان صاحبه في استقبالنا بطريقة مميزة. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالجزائريين الحلوين. مرحب بيك بمكة، مرحب بيك بمكة، مرحب بيك. ربي يخليكم، الله يحييكم. لدى وصولنا المسجد الحرام هم الشباب والقادرين منا إلى إتمام مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق، للتفرغ بعد ذلك إلى المسنين العاجزين ومساعدتهم في إتمام عمرتهم. بحلق شعر الرأس نكون وبحمد من الله تعالى قد أتممنا مناسك العمرة، والآن وبعد أن تحللنا من إحرامنا يمكنني العودة إلى حياتي الطبيعية، فبانتظاري المزيد والكثير من المشاهد لتصويرها بمكة المكرمة. الحجة وراكي رايحة؟ رايحة البيت ربي. أيوه رايحة البيت ربي. ديري العمرة إن شاء الله؟ إن شاء الله. وراكي قادرة؟ وش راح ديري كاع في الآخر؟ احكي لي كيف ديري العمرة؟ تطوفي وتسعي في الصفا والمروة؟ ها؟ سلم للرجال وسلمكم ليا. أيوه هادو ولادك لم يعاونوا فيك؟ أنا عمري ما جيت، ما عنديش الأولاد غير خلص. المهمة الآن مرافقة المسنين والعجزة إلى المسجد الحرام بعد أن أخذوا قسطا كافيا من الراحة، حيث تنتظرهم مشقة الأعمال المتبقية من مناسك العمرة. تحبيها البلاصة هذه؟ تحبيها؟ ملي تموت فيها تموت فيها الحمد لله. ربي قدرنا نزيدو نولوا ليها إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الحجة هاي الكعبة أول مرة تشوفيها؟ إنه لشرف كبير أن تدخل أعظم مسجد في الإسلام، أن تلج أول بيت وضع للناس، أن تقف أمام الكعبة المشرفة محجة الناس جميعا والأنبياء والملائكة، قبلة المصلين ومحور طوافهم. الوجهة الأولى كانت نحو صحن المطاف، والوقوف قبالة الحجر الأسود للإشارة نحوه بأيماننا، مكتفين بذلك للشروع في الطواف، لأن المفترض أن يشرع الطواف باستلام الحجر الأسود وتقبيله. وفي كل شوط يستلم المسلم الركن اليماني إن تيسر له ذلك، ويبدأ بالدعاء التالي حتى يصل إلى موضع الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يعيد الإشارة بيمينه إلى الحجر الأسود ويبدأ الشوط الموالي حتى يتم 7 أشواط كاملة. ويسن للرجل أثناء الطواف كشف الكتف الأيمن فيما يعرف بالاضطباع، وكذا إسراع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى فيما يسمى بالرمل. وينشغل المعتمر ما استطاع بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن. في موضع الإجابة الحجة ادعي الله عز وجل: يا رحيم اغفر لنا ربنا وارحمنا وتب علينا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. لا إله
بعد الانتهاء من الطواف توجه المحرمون نحو أبيار زمزم لسد حاجيتهم من المياه وليس تعبدا بها، فشربنا حتى ارتوينا، ثم توجهنا ناحية مقام سيدنا إبراهيم لصلاة ركعتي سنة الطواف مصداقا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تحفظ صوت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. اللي ما تحفظش تقرأ واش تعرف. بعد ذلك خرجنا إلى المسعى لمباشرة الخطوة الأخيرة من مناسك العمرة قبل الحلق، وبمجرد أن دنونا من جبل الصفا قرأنا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. على جبل الصفا حيث استقبلنا الكعبة رافعين أكفنا بالدعاء قائلين 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بعد النزول من جبل الصفا متجهين إلى جبل المروة ماشين ذاكرين حامدين شاكرين، حيث نسرع إسراعا شديدا إذا ما بلغنا بين العمودين الأخضرين، كل حسب استطاعته وقدرته شريطة أن لا يتسبب في أذية الآخرين. بعدها نواصل مشينا على عادتنا حتى نصل إلى جبل المروة، فنرقى عليه ونستقبل القبلة من جديد، رافعين أيدينا بذات الدعاء الذي قلناه على الصفا. بعدها ننزل من المروة إلى الصفا حتى نتم سعينا 7 أشواط بنفس الطريقة، منشغلين بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. وبالرغم من المشقة وصل المسنون سعيهم وذكرهم بكل خشوع وخضوع حتى أتموا أشواطهم 7، وختموا عمرتهم بالدعاء والتضرع إلى الله بالقبول والهداية. أما الرجال فيحلقون رؤوسهم أو يقصروا شعرهم، والحلق أفضل من التقصير. أما النسوة فلم يبق لهن سوى تقصير شعرهن بقدر أنملة، ويكن بذلك قد أتممن عمرتهن. فبينما يغتنم المعتمرون أوقاتهم في رحاب بيت الله تعالى، تعكف خالتي جميلة ورفيقاتها على تحضير الوجبات الغذائية للمسنين، إذ يحرصن على اتباع نظام غذائي متوازن بوجبات جزائرية معهودة، وذلك لتجنب إصابة المعتمرين باضطرابات صحية. أو جابوني الطعام وبالزبيب الحمد لله. سكسو والله سكسو نتاع بجاية. راهو هنا في مكة. راهو في مكة. بارك الله فيك، صحيت والله تهليتوا بينا. ها؟ عجبك الحال؟ والله عجبني الحال. والله رانا عجبني الحال هايل كاع. درت العمرة تاعك؟ درت الحمد لله، والله درت العمرة الحمد لله، وماذا يجوزونا غير في التلفزيون يشوفوهم الناس. الغذاء احنا نتبعوا على حسب الأمراض المزمنة، اللي عنده أمراض مزمنة ما نقدرش نعطوا لهم الغذاء اللي يكون مملح بزاف، نتبعوا النظام الغذائي على حسب كيفاش الريجيم تاعهم، وعندنا الطبيب هو اللي يديريجينا. وهنايا تشوف الغذاء خفيف كما تاع السفر، ها عندنا لو مينيرال وعندنا لا بانان وعندنا الزبادي هذا هاو سون سكر هذايا خفيف، وعندنا 2 بورسيون تاع الفرomage
وعندنا خبزه صغيره فوالا. دونك هذا اللي يجي، ومن بعد ان شاء الله ناكلوا حاجه اللي هاكي الفطور باش كنسافروا يبقى نروحوا الحرم او فطورك حجه فيه الماء البنان حرمات زبادي لا حلوين ونعلمونا ان شاء الله ان شاء الله عندنا الشيطان ان شاء الله مع الخير ان شاء الله يوم نيجي. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. واش راك بو بكري؟ لاباس؟ الحمد لله. واش بيك؟ شويه شقيقه كانت عندك من قبل قلت لي. كان لا ميغران هذه نطو مشتريه. داكور. هيا بالشفاء عليك ان شاء الله. بزاف وطفي شويه عليك الضو وما كان له الحس. داكور. معظم الحجاج لديهم امراض مزمنه كضغط والسكر. On a ramené avec nous les médicaments nécessaires pour les soins primaires. S'il y a un problème, on peut évacuer le malade à l'hôpital. Pour le moment, tout va bien. On n'a pas évacué aucun malade. Donc, alhamdoulilah, on va continuer à ça, à faire traiter les malades ici. السونتر تاع ديال الرحمة تاع وارن تاع مسرقين. انا ما كنتش طامع كاع. هي جات كيما كان شبيبه. هي قال لك اودي بتروح العمره. قلت لهم انا ماذا بيا سعد اللي وصل هذيك البلاصه. الحمد لله اليوم راني فيها. هذا هو اليوم راني عاد مازال راني في مكه. راني في عام وانا نتمنى نرقد في الليل ونتفكر وين نروح وين تاني بطلوا ويقولوا لي عرضك في عرضك ما جاني المكتوب ما جاني المكتوب ما جاني المكتوب حتى جانا المكتوب. جينا كثر اللي جابنا هنا ولا يستر اللي جابنا هنا. درت العمره وطفت مساكين لاقوا بيا ما خصني والو. الحمد لله نحس غير راني فيه تما كاين لي شغل متو راني في الجنه. الحمد لله راني بيت الله. ربي حبني شوف وين وصلنا. بعد تمكن الجميع من أداء مناسك العمرة، ارتأى القائمون على الرحلة إلى تنظيم زيارة إلى جبل الرحمة، حيث يقف الحجاج وقفة عرفات. وهذا الجبل هو جبل الرحمة اللي خطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لما تسمعوا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا بلي راك في المكان كنتوا تسمعوا، وهو كان يهدر من هذاك المكان. وكان الحجاج يجوا من هذه الطريق اللي قادرين يجوا على رجليهم. هي قدر 3 ساعات ان شاء الله من مكة المكرمة حتى هنا. بعد هنا يذهبون إلى منى. المهم هذا هو جبل عرفة. أين وقفت هنا أي مكان توقف فيه أنت في عرفة. هناك وراء الجبل يعني حدود كبيرة من الجبل هذا حتى هذا، يعني كبير، هي مسافة كبيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها. ورغم صعوبة المرتقى تجاوز المسنون سلسلة الأدراج هذه لبلوغ قمة الجبل واستحضار عظمة هذا المكان. هذه الصخور التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا في الناس خطبة الوداع في حجة الوداع. ما نقدرش نعبر الشعور، ما نقدرش نعبر الشعور، ما نقدرش. خاطر وصلنا الحمد لله على كل شيء. كنا ما نحلموش بها والحمد لله تعقد. الحمد لله مكان مقدس. وشكون اللي ما يشعرش؟ ما نقدرش نعبر لك على شعوري وصافي في نفسي. المكان هذا خشفناه وعرفناه، نعرف قيمته، نعرف داخليا، ولكن داخليا عارف قيمته، ولكن لساني يعجز على الكلام. والله بكل صراحة يعني تعجز كل لغات العالم وكل عبارات العالم وكل كلمات العالم باش تقدر توصف الشعور نتاعك في هذا المكان اللي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. توقف في مكان الرسول صلى الله عليه وسلم واش يقول فيه؟ يقول الحج عرفات. يعني لو كان ما توقفش هنا ما عندكش حج. فما هي قدسية هذا المكان بعد؟ لماذا الله سبحانه وتعالى اختار هذا المكان رغم أن الكرة الأرضية كبيرة وواسعة، ولكن لماذا هذا المكان بالضبط؟ هذا السر. أنا اليوم
يعني مش قضية فرحان، يعني انتابني شعور غريب، والله غريب. نتسائل كيفاش الله سبحانه وتعالى من بين الكرة الأرضية طولا وعرضا شمالا وجنوبا اختار خاتم الأنبياء باش يكون هنا. اش نحكي لك اخويا، هذه ما كناش نحلموا فيها في الحلم، في المنام ما كنتش نموها نوصلوا لجبل عرفه. شكون كيفنا؟ ربي يستركم ويحفظكم ويستر الجمعيه ويحفظها ويحفظ كاع من ساهم في المساعده. وش نقول لك، ربي خلينا الجزائر ورايسها وهذه فرحه كبيره 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 نعجزوا عن التعبير عنها. فرحه كبيره، وربي ان شاء الله كل ما وصلش هذا المكان ربي ان شاء الله يوفقه ويوصل هذا المكان العزيز. ما قدرتش تعبر، ما قدرتش تعبر. فرحه كبيره شكرا كبيره شكرا كبيره، فرحه كبيره يا ربي يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد والشكر لك يا رب، الحمد والشكر لك يا رب. ربي يحفظكم كلكم ان شاء الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. أجواء عائلية صنعها أعضاء البعثة مع المعتمرين هنا بالبقاع المقدسة. زغروطة يا نسوان. بهجة وسرور رسمت على محيا العجزة والمسنين بعد أن كانوا يعتقدون أن طعم السعادة لن يعود منذ أن تخلى عنهم أبنائهم وذويهم في دور العجزة. نطلب الهداية لهؤلاء الناس الذين تخلوا عن آبائهم وأمهاتهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحت أقدام الأمهات، ورضاء الله في رضاء الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. نطلب لهم الهداية بجاه النبي الشفيع ويتكلفون بآبائهم وأمهاتهم. أولا احنا الناس اللي نجيبهم والمسنين بصفة أولى تاع دار العجزة، بصفة ثانية واحدة أخرى الناس المحتاجين المعوزين اللي جاي في الصحراء، كاين بلايص ما فيهمش دور العجزة. نصيبوا فلان هذا يدرس القرآن وفقير ومنا ومطوع وهب حياته لدراسة القرآن يعلم الصغار منا، احنا ماذا بينا نفرحوه وهكا نختاروهم. كما كل عام عندنا ناس يعاونونا، وكالات سياحية، عندنا فنادق هنا في مكة، فنادق في المدينة، الخطوط الجوية، كاين متدخلين بزاف. تما واش راك تشوف هنايا هي ثمرة عامل ناس بزاف باش نوصلوا حنايا لهنا ونقدروا نخدموا هاد المسنين. احنا نقول لهذه الجمعية جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، وكل أخ أو أخت ساهموا من بعيد أو من قريب في هذا الميدان نقول لهم سدد الله خطاكم وجعلكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة، وبارك الله فيكم وفي ذريتكم وفي أعماركم وفي أرزاقكم وفي أولادكم. أصحاب الجمعية أغبطهم، علاش؟ أحسدهم بمعنى الكلمة. علاش؟ لأنهم قايمين بواحد الأدوار يعني صعيب 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 الإنسان باش يقوم بها، فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء، وإن شاء الله نتمنى لهم كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. تعلقت قلوبنا بمكة المكرمة بكل تفاصيلها، بمسجدها وكعبتها، بنسيم هوائها العليل وضجيج زوارها وصيحات مؤذنيها ومقرئيها. أشهد أن محمدا رسول الله. ولأن النهاية محتومة لكل بداية، بدأت نهاية رحلة عمرنا إلى البقاع المقدسة بتوجهنا إلى مطار جدة الدولي، حازمين أمتعتنا، عازمين مجبرين على الرحيل، راجين من المولى عز وجل أن يكتب لنا الأجر ويوفق كل من يتوق فؤاده لزيارة بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا.